اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد. اوعوا تفكروا ان المسيحيين في يوم من الايام ممكن يخافوا من الموت، مستحيل. المسيحيين في ايام الاستشهاد ما كانوش بيجروا من الموت، كانوا بيجروا يطلبوا الموت. فرسالتي النهارده لكل الناس اللي مفكره ان المسيحيين بيخافوا من التهديدات او بيخافوا من التفجيرات، الكلام ده مش حقيقي والكلام ده مش موجود في قاموس المسيحيين. طبعا انا مش بتكلم على المسيحيين في مصر. المسيحيين في مصر بينعموا بسلام دائم. احنا بننعم دايما في مصر بالسلام الكامل، يعني ودي اكبر بركة ربنا مديها للبلد دي، ان مهما حصل من تجارب من صعوبات ترجع مصر اقوى من الاول، لان المسيح قال مبارك شعب مصر. لكن انا بتكلم هنا على المسيحيين اللي في دول تانية، خصوصا اللي في سوريا. وبعد الحادثة اللي حصلت لهم الفترة اللي فاتت، خصوصا بعد الجولاني ما طلع اتكلم وقال ان اللي حصل ده واحد كان حابب ان هو يدخل الجنة، واحد كان حابب ان هو يتنعم بحور العين. تفتكروا ده رد من رئيس دولة؟ عارفين الرد ده معناه ايه؟ الرد ده معناه يا جماعة اي واحد عايز يدخل الجنة، اي واحد عايز مش عارف حور العين والحاجات دي، يا جماعة روحوا فجروا نفسكم في الكنيسة. الكنائس قدامكم في سوريا قد كده، ما تروحوا. وفي الاخر لما يحصل مصيبة هقول ايه المشكلة؟ يعني واحد كان طمعان في الجنة. ده رد، ده رد. ان كان ده رد فهو رد مثير للفتنة ورد تهديدي اكتر للمسيحيين. فاللي حصل واللي قاله الجولاني طبعا دي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كارثة. ولكن هي الفكرة كلها في حاجة: هل هذا الرجل اللي هو أحمد الشرع مسؤول كفاية على إنه هو يكون ماسك بلد بحجم سوريا؟ يعني هل هو عنده الدراية الكافية؟ هل هو عنده الحكمة الكافية؟ طب نسيبنا من كل ده ونسأل سؤال تاني خالص: هل هو عنده الفكر الكافي الغير متطرف الوسطي الحيادي لإدارة شؤون الدولة ولعدم التفرقة بين أفراد هذه الدولة؟ طبعا الإجابة لا، ما عندوش حاجة خالص. لأنه بمنتهى البساطة كان في يوم من الأيام واحد إرهابي كان في تنظيم داعش، وكان محطوط على راسه 10 مليون دولار علشان يتقتل. هو ده رئيس الدولة، هو ده رئيس الدولة، هو ده اللي ماسك البلد، هو ده اللي طلع قال يا جماعة اللي بيقتل المسيحيين ده واحد طمعان في الجنة. هو ده، هو ده. الناس بقى يعني عيني مضحوك عليهم، زي بالظبط هنا في مصر كان مضحوك علينا فترة برضو أيام محمد مرسي، كان برضو مضحوك علينا، الناس اندحك عليه. نفس القصة بتتكرر تاني ولكن في سوريا. لكن الفرق بيننا وبينكم ان احنا عندنا جيش قوي قدر يحمي البلد، قدر يحمي ارادة المصريين. انتوا ما عندكوش حاجة، ما عندكوش حاجة، انتوا عندكم ميليشيات، ما عندكوش حاجة. ودي كارثة. ما يعنينيش الكلام ده، انا مش هيعنيني اي حاجة، لكن هيعنيني ان الناس المسيحيين يعيشوا في سلام. مش قادرين يتنعموا بالسلام، مش قادرين يتنعموا بالسلام. ليه؟ عشان في واحد موجود اسمه احمد الشرع كل هدفه تصفية المسيحيين في هذه البلد. طلع ناس من سوريا اتكلمت، على فكرة منهم مسلمين، بدأوا يتكلموا يقولوا ان احنا لازم نظبط مظاهرات او نرتب اوقات المظاهرات للخروج ضد هذا الطاغية. قالوا كده حرفيا على السوشيال ميديا، وكانوا بيتكلموا على السوشيال ميديا ان هم محتاجين توقيعات وبتاع علشان يشيلوا الراجل ده. نفس فكرة التمرد اللي كانت في مصر، وان هم حاسين ان وجود الراجل ده خطر جدا على سوريا اللي بعد الثورة، واللي المفروض يكون فيها عدالة اجتماعية بقى فيها قمع وبقى فيها ذل.
بدأوا ان هم يتكلموا ويحشدوا الناس والحاجات دي، ولكن برضو الرد من جماعة الجولاني ومن حكومته كان قامع اكتر. اللي هيعمل حاجة زي كده هيطبق عليه قانون معرفش ايه، وهيتم حبسه فين، وهيتم مش عارف عمل ايه، وانتوا كده بترجعوا سوريا تاني للوقت بشار، وان لازم نتعامل بكل قوة لحماية الشرعية ولحماية سوريا من الدمار. هو ده اللي قاله جماعة الجولاني وحكومته. قالوا يا جماعة اي حد هيحاول يخرج على الشرعية يبقى هو كده عايز سوريا ترجع لورا 50 سنة، ومش عايز ان هي تتحرك خطوة واحدة لقدام. طبعا اي كلام في اي كلام. وبعد كده بدأوا يتكلموا على التفجير اللي حصل لكنيسة ماري إلياس، واتفرجوا على التحليل الخزعبلي اللي هم قالوه. زي ما قلت لكم الجولاني قال يا جماعة لا ده كان واحد طمعان في الجنة وخدها. دي مصيبة. تاني حاجة بقى، لما البابا في العظة اللي قالها وقت استشهاد او وقت الصلاة على اللي استشهدوا في الكنيسة دي، البابا قال ايه؟ البابا وجه رسائل كتيرة للجولاني ولجماعته ولحكومته. حلو جدا. طب الرد ايه؟ الرد كان من الحكومة اصعب بكتير من رد الجولاني نفسه. احنا مش هنمسك سلاح ونقف نحمي الكنائس. في شرطة، الشرطة بقى مسكت اللي عمل ما مسكتش اللي عمل، قدرت تأمن ما قدرتش تأمن، هنعمل ايه؟ سوريا في ظرف استثنائي، هنعمل ايه يعني؟ هنروح نقطع؟ هل هنمسك؟ واحد من المسؤولين قال كده، قال همسك سلاح واقف انا على باب الكنيسة احرسها، يعني اعمل لها ايه؟ وطبعا ده كان عذر اقبح مليون مرة من 1000 ذنب. كان عذر اقبح من ذنب. هو ده الفكر للقادة السوريين اللي موجودين في سوريا. هم دول المتصدرين المشهد السياسي في البلد. هم دول اللي المفروض لما تحصل مصيبة هم اللي يلحقوا البلد. دول الجماعة دي، دول هم اللي هيلحقوا البلد. يا مليون خسارة، يا مليون خسارة على سوريا اللي كانت الجيش الأول الميداني في مصر. يا ريت يعني كانت هي ومصر جيش واحد، الجيش الأول والتاني والتالت. الأول كان لسوريا والتاني والتالت كان لمصر. مش عارف ايه اللي حصل. دايما الدين والفكر لما بيدخل في السياسة بتبوظ بتخرب. وهو ده حرفيا اللي حصل. الدين دخل في السياسة، والمتطرفين دخلوا على كراسي الحكم، ومن هنا باظت خالص، مبقاش ليها رجعة. ويبقى قول البابا يوم استشهاد هؤلاء الناس في كنيسة ماري إلياس لما وقف صرخ وقال الناس جعانة، والناس اللي خرجت انتخابتك النهاردة ندمانة. ودي كانت حقيقة فعلا. وبعد ما قال الكلام ده التلفزيون السوري قطع البث المباشر عن البابا علشان الناس ما تهكش اكتر من كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.